مشتركاتي العزيزات، سلام الله عليكم. مرحبا بكم معايا في مطبخي الاقتصادي لأم داود. اليوم راح نديرو مع بعض بريوش محشي بكريمة، بريوش السنيوة، خفيف بالبزاف وسهل وسريع، سريع التحضير، يوالم في قهوتكم تاع العصر. يعني بريوش ولا أروع، بذوق بريوش تاع المحلات، تصنعوه بيديكم في بيوتكم. طريقة بسيطة راح نديروه مع بعض، وراح تشوفوا المقادير وطريقة التحضير مع بعض كما عودتكم. نتمنى نقولكم حبيباتي ما تنسونيش بلي جيم وبلي زابوني باش تعم الفائدة وتستمر القناة تاعي. راح نبداو على بركة الله. عندنا الكاس الاول تاع الحليب، عندنا كاس وربع تاع حليب. نقسموا الكاس على 3، نقولوا كاس وثلث، كاس وثلث تاع حليب. عندنا نص كاس تاع سكر، عندنا مغرف تاع خميره تاع العجين، نص كاس تاع زيت. مقادير جد بسيطه، ورانا نخلطو بالفوي. بياض بيضه، الصفار راح تحتفظوا به من بعد، وراح يعطي نتيجه رائعه وما يشد لكمش كامل الوقت. نخلطو بهذه الطريقه. هنا راح نبداو نديرو الفرينه، مغرف تاع لافاني بطبيعه الحال، ومغرف تاع ملح تكون صغيره، مغرف صغيره هايلك تاع ملح، ومغرف لافاني مع الكاس الاولاني اللي درناه تاع الفرينه. حنا هاد الوصفه تاخذ معكم بالضبط 500 غرام، كنت انا درتها بالكاس. هذا الكاس تاني، شتو الكيسان كيفاش معمرين، يكونوا معمرين مليح. وهذا الكاس الثالث اللي يحبها بالميزان تاخذ معكم 500 غرام تاع فرينه. هنا نستعملوا من الاحسن الملعقه طمهنا تمتم بهذه الطريقه. هنا العجينه تاعنا مازالها خفيفه، ماشي هذا هو القوام اللي نحوس عليه. هنا كنت عمرت الكاس تاع الرابع، ما استعملتش منه بزاف، درت منه النص برك. يعني خدات معايا 3 كيسان ونص. هاد الخبزه تاع البريوش 3 كيسان ونص بالكاس المعتاد اللي مدارين كيلو به. يعني ما راكوش راح تندموا عليه، نتمنى تجربوه، بسيط جدا. طموا العجينه، هاد العجينه تجي ملسه، تجي رائعه، تمتم تنطم. ندخلوا فيها غير شويه يدينا، وهنا راح نغطوها ونخلوها. شوفوا القوام تاعها، نخلوها تخمر. البريوش لازم يخمر مده ساعه، نحطوها مده ساعه تخمر، تكون درجه الغرفه، حراره الغرفه عفوا عاديه باش يخمر معنا. هنا راح نديرو لاكريم باتيسير اللي راح نديرو تلت كما يقولوا الكاس على 3 تاع سكر، حبه بيض، مغرف تاع لافاني، وزوج مغارف تاع مايزينا. كلش راه امامكم. نخلطوهم مليح بهذه الطريقه، وراح نضيفو الحليب. هنايا عندنا كاس ونص تاع حليب، نضيفوهم نخلطوهم مليح، نديروهم على نار قليله حتى تعقد معنا هاد الكريمه، كريم باتيسير، يعني بطريقه سهله مبسطه وجات بزاف بنينه. بهذه الطريقه تعقد. راح نديروها في صحن ولا يعني واش عندكم، ونخلوها نغطوها بابي فيلم باش ما تربيناش هذيك القشره، ونخلوها تبرد معانا. ما نديروهاش في الفريجيدار، راح نخدموا بها البريوش. هنا كنت خديت المول ديالي، المول هذا مقاس تاعو 30. يعني نتوما تقدروا تستعملوا اي سنيوه عندكم دائما الواجد في البيت. دهنتو هنا بالزبده كما راكم تشوفوا، درت له غير الزبده ما درتوش الفرينه. خديت العجينه تاعي بعد ما خمرت، خبزتها بهذه الطريقه، طريقه سهله وبسيطه. هاد البريوش رائع، نتمنى تجربوه، ما راكوش يعني تندموا كامل عليه. هنا نزيدو نخلوه يخمر
مدة ماشي طويلة، مدة واحد 4 ساعة واحدة أخرى. هنا ناخد الأصابع تاعي نديرهم في شوية تاع زيت بهذه الطريقة، وندير كيما راكو تشوفوا دوائر بهذه الطريقة. نضغط عليهم مليح، نعاود نولي نضغط عليهم، ماشي من المرة الأولى تخلوهم، تهبطوهم حتى لتحت كيما نديرو الخبز التركي بهذه الطريقة. هنا كنت درت لا كريم اللي درتها كريم باتيسير، درتها في هاد لابوش، وديروها في هاد الاماكن اللي ضغطنا عليهم كيما راكم تشوفوا. يعني راهي الصوره غنيه عن التعبير. تعمروها مليح لا كريم، سورتو لا كانوا دراري يعني يحبوها لا كريم باتيسير، يحبوها بزاف دراري. راح هاد النوعيه تاع البريوش تجبد الاطفال. هذاك الصفار اللي كنت خليته راح نديروه في الاماكن اللي بقات فيهم العجينه بهذه الطريقه. ندير كامل الخبزه ديالي، يعني تشوفوا طريقته سهله. هنا عندي شويه كاوكاو ايفيلي، نديروه في هذه الاماكن. اللي ما عندكمش تقدروا ديروا شويه سكر، معليش ما يهمش. في هذه الاماكن كامل اللي فيهم اللي درنا فيهم الصفار وين كاين العجينه نديرو شويه كاوكاو ايفيلي. هنا كنت منخلوهش يخمر، نكونوا مسخنين الفور تاعنا على 200 درجه، ندخلوه نخلوه يطيب. انا الكوزينيير تاعي طيب لتحت وفوق ميم طون، كنت ما شعلتلوش من تحت ومن الفوق، حمر لي كيف جا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. يعني جا رائع، جا كيما الكيك، نقدروا نقولوا احسن من الكيك. شوفوا شحال جا خفيف ولا اروع. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ونتمنى تجربوه، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، ونقولكم مع السلامه، الى اللقاء.